من كام يوم كان عيد الحب المصري 4 نوفمبر، لكن لقيت فيه حاجة غريبة بتحصل قوي، بوستات تهنئة الناس لبعض هابي فالنتاينز داي. لا يا جماعة، في فرق بين عيد الحب المصري 4 نوفمبر والفالنتاينز داي اللي هو في شهر فبراير. دول العالم بتحتفل بيه تقريبا كلها، وده تخليد للقس فالنتاين اللي أعدم في اليوم ده. طب حصل ايه؟ كان زمان قوي قوي ايام الحروب كان ممنوع الجواز، كان الملك امر بكده. ليه بقى؟ علشان قال هينشغلوا بقى بامور الحب والجواز ويبتدوا بقى يبعدوا عن الحرب ومش عايزين يروحوا، لا انا همنع من الاول. فكان المحبين يا عيني بيروحوا في السر للقس فالنتاين في الكنيسه، فكان بيجوزهم. لما الملك عرف طبعا قوم الدنيا وما قعدهاش، وقرر في ليله حزينه جدا انه يعدم القس فالنتاين. وكان العشاق كل سنه بيحتفلوا بالتاريخ ده. اما بقى عيد الحب المصري 4 نوفمبر اللي دعا ليه ونادى بيه كان مصطفى امين، الكاتب الصحفي الكبير جدا صاحب عمود فكرة. فكان ماشي كده في شوارع وسط البلد، وبعدين لقى جنازة وناس شايلين النعش بس عددهم قليل قوي. زحل قوي كده وقال فين النخوة والشهامة والمروءة؟ فين الشعب المصري؟ ازاي كده؟ فقرر انه يعمل ايه بقى؟ يعمل احتفال للحب يوم 4 نوفمبر. التاريخ ده احفظوه كويس علشان ما حدش يتلخبط تاني. وقال كل الاهل بقى والقرايب والمحبين والجيران يتجمعوا ونعيد الاحتفال. ولكن لا زالت المرأة المصرية بتبحث عن الحب وبتقول عايزة ورد يا ابراهيم. كل سنة وانتم طيبين ومحبين. تحياتي ليكم رانيا موسى.